السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من قناة مستر محمد صلاح دروس رياضيات أونلاين. إن شاء الله هنكمل مراجعة على رياضيات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول قبل ما ندخل في المنهج الجديد يا جماعة. إن شاء الله ده يكون آخر حصة مراجعة، ونبدأ بعدها على طول في شرح المنهج الجديد على طول. خدنا المرة اللي فاتت القيمة المكانية وقيمة الرقم. المرة دي هناخد جمع وطرح عددين. جمع وطرح عددين. دي بداية المراجعة بتاعتنا ان شاء الله النهاردة. اما كان بيديني 42,802 عايز يجمعهم على 23,502. هنجمع ازاي يا جماعة؟ اول حاجة بكتب الرقم اللي على الشمال دي زي ما هو، بقى 42,802، وابدأ الرقم التاني ده اكتبه من ناحية اليمين، ما اكتبوش من ناحية الشمال. يعني 2,0,5,3,2، وابدأ اجمع 2 و2 4، 0 و0 والصفر، 8 و5 13، 3 ومعايا الواحد، 1 على 2 3، 3 و3 6، 4 و2 6. يبقى كده مسألتنا انتهت، وابدأ احط العلامة بتاعتي بتاعة التقسيم. تمام، عرفنا يا جماعة بنجمع ازاي. متنساش تعمل لي لايك للفيديو وتعمل شير للقناة، تشترك في القناة بتاعتنا وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، وتحضر دروس رياضيات رابعة ابتدائي كلها كامل ان شاء الله. تمام يا جماعة، اول حاجة بكتب الرقم اللي على الشمال ده، بكتبه اول واحد، والرقم التاني ده بكتبه من ناحية اليمين. في طالب هيقول لي طب ليه ما اكتبوش من ناحية الشمال يا مستر؟ هتعرف دلوقتي. يلا تعالى المثال التاني. مثلا مديني مثال ده 200,332، هبدأ اكتبها 200,332 زائد الرقم ده هكتبه من ناحية اليمين، 2 3 6 0 1. طب واحد لو قال لي لو كتبته من ناحية الشمال يا مستر هيبقى عندي ناقص رقم، هيبقى المسألة بتاعتي غلط. تمام، ابدأ اجمع. يلا عود نفسك لما تيجي تجمع الرقم ده وتكتبه من ناحية اليمين. 2 و2 4، 3 و3 6، 3 و6 9، 0 و0 هو الصفر، 0 و1 1، والاتنين هتنزل زي ما هي. لو حطيت الناتج هنا الرقم ده من ناحية هنا، الناتج مش هيطلع هو نفسه الناتج. تمام، يا رب كل يكون الجميع فاهم يا جماعة. ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. تعالى نكمل. هنيجي ناخد برضو النهاردة طرح عددين. احنا كده عرفنا الجمع بشكل أساسي، الجمع بشكل أساسي أسهل. تمام، تعال بقى للطرح. مثلا مديني 3,674 ناقص برضو الطرح، الرقم ده بكتبه من ناحية اليمين، 2 3 8 2، وابدأ اطرح عادي. 4 ناقص 2 فعل 2، 7 ناقص 3 4 شاط، 6 ناقص 8 متنفعش، هستلف من اللي جنبها 1، 3 ده هتبقى 2، والواحد ده هيروح هنا يبقى 16. 16 ناقص 8 8، و2 ناقص 2 0. 0 ناحية الشمال ملوش قيمة. تمام، يا رب يكون الجميع فاهم. واللي عنده اي حاجه يا جماعه يكتب لي في الكومنتات ويبعت لي، على هسيب لكم لينك صفحتي على فيسبوك تحت في الكومنتات. ما تنساش تعمل لها فولو عشان يوصل لك كل ما هو جديد. تمام، تعال بقى كده يا جماعه ناخد. احنا خدنا الحصه اللي فاتت القيمه المكانيه وقيمه الرقم. الرقم بيتكون من بيت الوحدات، بيت الالوف، بيت المليون، بيت المليار. هناخد هنا حاجه اسمها، هراجع شويه على الاطوال والوحدات. خدت انت وحدات قياس الطول، وحدات
وحدات قياس الطول عندي المليمتر والسنتيمتر والمتر. المليمتر ده هو احد وحدات قياس الطول. ممكن تكتب الحاجات دي معايا في كشكولك وقلمك، واكتب الحاجات دي معايا. بقول لك المليمتر هو احد وحدات قياس الطول، ويستخدم لقياس اطوال الاشياء القصيرة جدا، مثل قياس طول نحلة. تمام. دي اول حاجة المليمتر، برمز له بالرمز واتنين ميم. على السنتيمتر اللي هو السنتي، واحد وحدات قياس الطول، ويستخدم لقياس اطوال الاشياء القصيرة. مثلا عندي قلم رصاص، قلم جاف، ممكن استخدمه لقياسه. تمام. السنتيمتر. المتر هو احد وحدات قياس الطول، ويستخدم لقياس اطوال الاشياء الطويلة. يبقى لو انا عندي فيلا، عندي منزل، يمكن اقيسه. تمام. تمام. طيب، عندي الشاطر اللي هيقول لي المتر بيساوي كام سنتيمتر؟ كام سنتيمتر؟ 100 سنتيمتر. شاطر. 100 سنتيمتر. ممتاز. المتر بيساوي 100 سنتيمتر. يعني لو انا عندي 7 امتار يساوي كام سنتي؟ يساوي 700 سنتي. تمام. تمام. انت عود ابنك او بنتك انك تديهم امثله من دي. الحاجات دي مهمه جدا جدا يا جماعه، والله بتفرق مع الطالب وتشغل دماغه. تمام. السنتيمتر بقى، السنتيمتر بيساوي 10 مليمتر. 10 مليمترات. السنتيمتر بيساوي 10 ملي مليمترات. يعني 5 سنتي يساوي 50 مليمتر. تمام. 5 سنتي بيساوي كم مليمتر؟ 50 مليمتر. تمام. ما احنا كده اخدنا وحدات قياس الطول، هو المليمتر والسنتيمتر والمتر. تمام. خدنا برضو يا جماعة بقى، نراجع برضو على المحيط ومساحة الاشكال. المحيط ومساحة الاشكال. المحيط هو طول الخط الخارجي الذي يحيط بالشكل. طول الخط الخارجي الذي يحيط بالشكل. خدنا انت هنا برضو محيط المثلث يساوي مجموع اطوال اضلاعه. تمام. محيط المربع طول الضلع في 4. محيط المستطيل طول زائد العرض الكلي في 2. شاطر. طيب، تعال بقى للمساحة. المساحة دي مثلا عدد الوحدات المربعة المكونة الشكل اللي عندي مساحة المربع، وانت خدتها احفظ القوانين دي جدا جدا جدا. مساحة المربع بيساوي طول الضلع في نفسه. مساحة المستطيل بيساوي الطول في العرض. تاني مرة اقول لك ما تنساش تعمل لنا اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، ودعمنا بلايك للفيديو، وانشر الفيديو ده على اكبر قدر على صفحتك على الفيسبوك. ابعته لزميلك عشان اكبر قدر من الناس يشوفوا ويتفاعلوا معاه. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وادعوا لنا دعوة حلوة كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.